السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم فيديو جديد، وان شاء الله النهارده معانا كيكة التايجر بأسهل وأبسط طريقة، وهشة وطرية واسفنجية وزي القطن. يلا نسمي الله ونبدأ التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا 4 بيضات، معايا كوباية زيت، معايا كوباية حليب، معايا كوبايتين سكر، 3 كوبايات دقيق، 3 معالق دي كاكاو خام، معايا فانيليا، معايا معلقة بيكنج باودر كبيرة، معايا نص معلقة ملح، ومعلقة خل. يلا نسمي الله ونبدأ بقى الطريقة. هنا معايا في بولة نزلت بالكوبايتين السكر وكوباية الزيت وال4 بيضات والملح والفانيليا، وهضربهم كويس لما الخليط يتجانس. اللي ما عندوش مضرب كهربائي ممكن يشتغل بالمضرب اليدوي عادي. هي الكيكة بسيطة وسهلة وبأي حاجة يعني. انا حطيت الفانيليا، بضربه كويس لما يتجانس مع بعض. احنا اخر الاسبوع بقى قلنا نعمل حاجة حلوة للولاد. هضربهم كويس وبنزل بكوباية الحليب وهضربهم تاني. الخليط ده انا هقسمه جزئين، جزء هيبقى فانيليا وجزء هيبقى شوكولاتة. الكيكة دي من الكيكات الحلوة قوي وطعمها تحفة. دي معلقة الخل، بس انا كنت بعير في عربية معدية. آم، بعاير بمعلقة المعلقة الصغيرة. فعشان كده عملت مرتين، بس هي معلقة كبيرة يعني معلقة خل كبيرة. بتدي هشاشة وبتدي هشاشة للكيك وبيبقى خفيف كده وهش. هنا انا بقلب البيكنج باودر على الدقيق، بقلبه كله لما يمتزج ببعضه. بنزل بقى شوية شوية كده، باخد كل نص كوباية كده وانزل لما تختفي في الخليط احط غيرها، وهكذا لحد ما اخلص الكمية كلها. انا هنا في الوقت ده مشغله الفرن على درجة حرارة 180. طبعا احنا بنشغل الفرن من تحت، والكيكة دي هتتسوى على رف اوسط. لازم الفرن يكون مسبق التسخين قبلها. يعني انا شغلته اول ما بدأت اشتغل في المكونات. دعموني بقى، وعايزة لايك حلو منكم، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. خلاص انا كده خلطت الخليط. هنزل هقسمه بقى جزئين. في جزء هيبقى اقل من جزء، يعني في جزء هيبقى اقل من جزء ب3 معالق اللي احنا هنضيف عليه الشوكولاتة اللي هو الكاكاو. هنا دول ال3 معالق كاكاو. هحط عليهم 3 معالق حليب، واقلبهم كويس لما يمتزجوا مع بعض. هضيفهم على الجزء اللي هو اقل من التاني علشان يبقوا الاتنين زي بعض. بقلبهم كويس لما كله يبقى متجانس مع بعض. طريقة الخبز انا انا الاول هخبز في صينية 24 مقاس 24. دهناها حاطة فيها نقطة زيت ومبدراها بدقيق. هدخلها رف اوسط لمدة ربع ساعة الاول، مش هفتح عليها خالص، هفتح بعد ربع ساعة. هشوفها بقى واتابع. هي خدت في الفرن تقريبا 40 دقيقة يعني. خدت 40 دقيقة. انت بتدخلها الفرن ربع ساعة، متفتحيش عليها، وبعد كده تفتحي عليها تتابعيها بقى. هنا بنزل بالخليط شوية كده، شوية من الفانيليا وشوية من الشوكولاتة. ده اللي هيعمل شكل التايجر. هنزل دي شوية من ده وشوية من ده لحد ما اخلص الكمية كلها. طريقة سهلة وحلوة قوي، بسيطة يعني.
وهي الكيكة نفسها طالعة هشة وطعمها حلو، جربوها. كده خلاص. بخلة سنان بقى او سكينة او اي حاجة. يعني هنا بعمل خط كده وبمسح بمنديل عشان ما نلبخش الدنيا. هي كانت حودت مني شوية هنا بس انا هظبطها يعني. في النهاية اتظبطت. بعمل يعني بتعملي شكل رايح كده وشكل جاي، يعني مرة راحة ومرة جاي، لحد ما عمل الشكل المتعارف عليه اللي هو التايجر ده والوردة اللي في النص. كده خلاص هدخلها الفرن بقى. زي ما قلت هي تاخد في الاول ربع ساعة، ما نفتحش على الفرن خالص، وبعد كده نفتح ونشوفها. هي خدت 40 دقيقة. وده طلع شكلها. انا هنا اقطع حتة كده، جزء اوريهولكوا. هي كانت لسه سخنة. شوفوا ما شاء الله عالية وهشة وتحفة يعني. طعمها حلو واسفنجية. نزلي ايدك شوية تحت، مش عارفة. جربوها. متنسوش تشتركوا في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.